السلام عليكم. النهارده معانا مدام سلوى. مدام سلوى كانت جات لنا من السودان. كانت عينيها الشمال فيها ميه بيضاء متقدمه لدرجه ان هي بقت بيضه بيض، يعني لدرجه انها كانت بتشوف لون النني نفسه بقى ابيض، ما كانتش بتشوف حتى خيال ايديها. النهارده الحمد لله بقى لنا 4 ايام تقريبا على العمليه، هنراجع على العرس او كده وهنشوف النظر بتاعها وصل لفين. ازيك يا مدام سلوى؟ اخبارك عليكم ايه؟ السلام. المية البيضاء أسبابها إيه؟ اسبابها كتير بقى يعني انت بالنسبه إيه لي، يعني؟ يعني ممكن السن الكبير. طيب بالنسبه ليك انت ممكن يبقى خدتي دواء معين، ممكن تكون مولوده عندك الجينات ديت، ممكن تكون خبطه انت مش فاكراها، حاجات كتيره يعني ممكن تكون هي السبب. يعني المشكله ان انت استنيتي عليها كتير لدرجه ان هي ما بقت مغيمه خالص، ما أنا خدتش لك باخد حاجه. بخاخ بتاع عزم ايوه في غالبا تأثير. هتلاقي، ايوه في كورتيزون هتلاقيه هو اللي عامل لك كده. أيوة فيه تأثير. ايوه ما هو ده اللي يكون السبب. دي قاعدة فين أخذ. بقى؟ انت احسن من عمل ليزك اهو الحمد لله، ما كناش الحمد بنشوف لله. بيها خالص، دلوقتي الحمد لله كويسه جدا. الحمد لله. ان شاء الله كمان احنا ايه هنبقى العلاج بس اسبوع تاني وبعد كده خلاص هتعيش حياتك الحمد عادي. لله، مش هنحتاج شكرا. غير نضاره في القرايه بس. السلام عليكم، أنا جيت من السودان، اسمي سلوى الخير البكر. كنت عندي موية بيضاء ما أرى شيء، لكن هسي الحمد لله. نشكر الله والفضل يرجع لدكتور ربيع، والحمد لله عملت العملية ونجحت. نحمد الله ونشكره على كل حال، وإن شاء الله اللهم أديم النعم. وأتمنى أي شخص عنده مشكلة في العين يجي لدكتور ربيع، وأهلي في السودان إن شاء الله يجي يعملوا عملية في نفس المستشفى إن شاء الله. والله التوفيق وربنا يوفقكم ويعينكم إن شاء الله.